مساء النور، مساء الورد على خوتي وخواتاتي العزازات. كنتمنى يلقاكم الفيديو باحسن الحال والاحوال ان شاء الله. نبداو على بركه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالم انك حميد مجيد. القصه ديال اليوم اخوتي للعبره ماشي للفرجه. القصه ديال واحد المراه مات ليها راجلها وخلى ليها جوج بنات. هاد البنات هادو الكبيره فيهم خطبها واحد السيد وتزوج بها. ملي تزوج بها هاد السيد بقات فيها اختها الصغيره اللي بقات في الدار كتقرا. قالت لي اودي الا كان جات على خاطرك تخليني نجيب اختي تقرا عندي، انا جالسه بوحدي. وهذا قال لها مرحبا ماشي مشكل. مشات جابت اختها بدات كتقرا عندها. ولكن هذيك الدريه ما دخلتها سن المراهقه، ما عرفات راسها من رجليها تالفه. المهم كاين عندهم واحد الدري في الزنقه في ولد جيرانهم، ما قاري ما خدام ما ردام، حدو كيخيط زنقي القناطي صافي. المهم واحد النهار جا راجل اختها من الخدمه لقاها مجمعه مع داك الدري في الباب وما عجبوش الحال. ملي دخل قال ليها اختك فين مشات؟ قالت له ودي راه قالت لي بغات شدات الدفتر ديالها، قالت لي راه غتمشي عند واحد الدريه غادي تمشي تحفظ معاها. قال ليها اختك ما مشاتش تحفظ، اختك مشات راه لقيتها في الدار مع فلان مجمعه معاه، هضري معاها راه الا عاودت شفت هذا المنظر هذا غنصيفطها لامها، انا الا بغات تقرا نتصرف عليها نشري لها اللي خصها، ولكن باش تشوهني لا. المهم العشيه ملي جات الدريه تلقات ليها اختها، قالت لها فين كنتي؟ قالت لها راه قلت لك غادي نمشي عند الدريه نحفظ معاها. قالت لها لا ما مشيتيش عند الدريه، راه راجلي لقاك في الدار مع فلان راه تخاصم معايا، دابا الله يرحم لك الوالدين بغيتي تقعدي تقراي وديها في قرايتك وشغلك مرحبا، ما بغيتيش غادي نديك لامي. قالت لها لا صافي سمحي لي ما باقيش غنعاود. صافي فعلا ديك الدريه شي 8 ايام دخلت سوق راسها ولا 15 يوم، واحد شويه رجعت نفس المشكل عاوتاني، رجعت كتجمع مع هذاك السيد مع داك الولد عنده تقريبا شي 27 سنه 28 سنه ولكن ما خدام ما ردام. المهم جا عاوتاني راجل اختها من الخدمه ولقاها مجمعه معاه. ملي دخل عند مرتو قال لها شوفي غادي تصيفطي اختك لامها والا غنصيفطكم كاملين، راه لقيتها عاوتاني مجمعاها مع هذاك في الدرب. صافي ناضت دات ديك الدريه لامها قالت لها شوفي هادي راه ما بغاتش تقرا، راه جبدت لي المشاكل مع راجلي وهذا راه ما بديت غادي نخليها عندي. ملي رجعت هي مع راجلها لدارها قالت الدريه لامها قالت لها راه غير حاسديني، انا راه كنقرا وبغيت نقرا وبغيت ندير مستقبلي وبغيت نكون موظفه وكون. هو ديك الام مسكينه تاقت فيها. قالت لها صافي جات كرات في نفس المدينه كاين فاش مجوجه ديك بنتها، كرات تما وجابت بنتها دارت لها الانتقال تما باش تقرا فيه. المهم السيده ملي كرات ولا خاصها تضو الماء والكرا، يعني خاصها تخدم. خدمات عمدت انا الدريه راه عندها عقلها، راه زعما راه الدريه راه 14 عام و15 عام راه مهنيه في راسها. السيده مشات للخدمه، بنتها ما كتعرف فين متى دخلات متى خرجت، واش مشات للقرايه واش ما مشات. الدريه ما كتمشيش للقرايه، نهار كتمشي ونهار لا، نهار كتمشي ونهار لا. المهم واحد النهار لقاوها الناس ميته في واحد الطريق وما عرفوش شكون. المهم عيطوا للبوليس، جاو البوليس قلبوها فتشوها لقاو عندها ديك البطاقه ديال التلميذ. عرفوا الاعداديه فاش كتقرا، مشاو لديك الاعداديه كيسولوا عليها هاد الدريه هادي، قالوا لها ودي وصلوها بختها، قالوا لها اختها راه ساكنه في البلاصه الفلانيه. وجاو البوليس عند اختها قالوا لها الدريه راه لقيناها ميته وهذا. قالت لهم انا الدريه ديتها لمول البلاد، امي راه كرات. قال لهم راجلها السيده راه جات هنا كرات في المدينه راه جابت بنتها، حنا ما بقاش عندنا علاقه بها، يعني كتقرا عند امها. المهم داو ديك الدريه، داو ديك اختها قالوا لها تورينا الدار ديال امك، وراتهم الدار ديال الام ديال الدريه. قالوا لها بنتك راه لقيناها في الطريق ميته. المهم مشاو رجعوا للاعداديه كيسولوهم مع من كانت كتهضر ديك الدريه وكل شيء. المهم قالت لهم واحد الدريه انا كنهضر معاها، ولكن راه كنعرف واحد البنت انا عدي بها من البارح، ولكن كانت لواحد البنت سقطات معاها في العام الفايت وهي اللي كتجمع معاها بزاف وكتخرج معاها بزاف. المهم مشاو عند قالت لهم وراه كيخرجوا مع واحد السيد عنده بيجو كحله. هما اللي كيخرج، هما اللي يعني هذا هو الصديق ديالهم اللي كيخرجوا معاه، كيهزهم بالطوموبيل ديما كنشوفهم كيهزهم من حدا الاعداديه بالطوموبيله ديالهم. الطوموبيله ديالو كحله بيجو كحله. صافي مشاو لديك الدريه قالوا ليها فلانه، قالت لهم عدي بها من البارح. قالوا ليها قالت لهم راه كنا خارجين انا وصاحبي وصاحبها،
ولكن حنا ملي لحقنا الطريق نزلنا خليناها في الطوموبيل مع صاحبها، ما عرفناش يعني فين تلاو. المهم قالوا ليها ورينا هذاك، مشات لعند هذاك الولد، مشاو لعند صاحبها هي بعدا سولو، قالوا لها الدريه، قال لهم عندنا بها البارح. ومشاو عند صاحب الدريه ما اللي ماتت، قال لهم ودي انا هاد السيده عندي بها صيمه، انا هذه ما شفتهاش. المهم في داك البحث عقوا بان كاينه شي حاجه تما، ان كاين دخل وخرج في الهضره، راه كاين الغدر. المهم بقاو هكا كيبحثوا فيهم. ناض الصغير، ناض صاحبتها هي، قال ليهم شوف حنا البارح ملي خرجنا راه دابا لحقنا نص الطريق، نزلنا حنايا خليناها هي كتسب معاه، حيت ملي كانوا بوحدهم قالت ليه ملي رجعت كتخاصم، قالت ليه راه كان سمعنا حنا بان اغتصبها، وبقات كتعاير هي وياه واحد شويه. قالت ليه حل الطوموبيل غننزل، حل البيجو غننزل، وما بغاش، وحلات الطوموبيل ونزلت طال برا وبدات كتسب فيه. حنا زدنا ملي ضرنا لقيناها ضربها بالموس وقتلها، ضربها بالموس وطاحت. المهم حنا زدنا ما بقيناش كملنا معاهم، مشينا في حالنا، ما بقيناش عرفنا اشنو وقع. قال ليه ملي مشينا ما بقيت عرفت اش دار. المهم اعترف، قال لهم راه اغتصبها وقتلها. ملي حكموا عليهم ملي بحثوا، حكموا على هذاك الولد صاحبتها، حكموا عليه ب4 سنين، هو وصاحبته 4 سنين الواحد، وحكموا على الولد اللي قتلها ب30 سنه. وهذا الشيء دابا هذه عبره للبنات اللي كيخرجوا مع اي واحد لقاو، وعبره للعيالات يردوا البال لبناتهم. وحنا ما غاديش يعني نحملوا المسؤوليه كلشي للام، لان حتى الام راه داكشي راه الله يكون في العوان. راه ملي تكون خدام وتضرب تماره، راه ما يمكنش ترد البال تقابل البنات وولادك وتقابل الخدمه، ربما راه خصها هي تعاون في راسها. ما غاديش نحملوا المسؤوليه للبنت، لان كانت هذيك الام ولو يعني واخا خدامه، واخا خصها تختار شي خدمه اللي ممكن انها تساعدها تكون هي وبنتها، يعني ترد البال للبنت، يعني على الاقل تعرفها مشات للمدرسه، وتكون واحد المراقبه انها تمشي للمدرسه، وتسول في الاعداديه ديالها واش هاد الدريه كتجي، واش هاد الدريه السلوك ديالها زوين، واش كتشارك، واش مع من كتخرج، هي ما كانتش رده البال لهذا الشيء. ورغم ان زعما راه بنتها راه قالت لها بنتك راه شنو كدير، يعني لاحت لها الفكره، ولكن ما غنحملوش المسؤوليه كلها الوالدين. المسؤوليه كتحملها البنت وكتحملها الام، وحتى المجتمع ديالنا كيتحمل المسؤوليه من الطرف الثاني، حيت حتى الناس يعني شي واحد شافها خرجت مع دري هكاك غادي يقولها لامها، بحال هذيك الدريه ممكن تجي تقولها لام الدريه، تقول لها انت راه بنتك راه كتخرج، وشنو راه كتخرج مع واحد هكا. على الاقل تكون الفكره ديال انها كتخرج مع شي واحد في راسها. وهاد سميتها هاد القصه هذه كنتمنى تستافدوا منها، لانها ماشي للفرجه، لانها يستفد منها الانسان، لان كلنا امهات وكلنا عندنا اولادنا، وما كنتمناوش شي حاجه خايبه لولادنا ولا ولاد المسلمين اجمعين. كنتمنى تكونوا استفدتوا من القصه، وكنتمنى ما تنساونيش مني لايكات ديالكم، وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه وعلى المشاهدات ديالكم، وفرحتوني في هذه القصه الاخرى، حيت صراحه طلعتوا المشاهده ديالها. الله يكبر بكم والله يحفظكم ليا. وكنتمنى ما تنساوش ترفعوا الجرس باش يجيكم كل جديد، وكنتمنى تشجعوني باش حيت التعاليق ديالكم الزوينه باش كتحفزوني انني نلوح الفيديوهات رغم الوقت ديالي الضيق وكل شيء، ولكن ما كنساكمش، كنحاول ديما نلوح لكم الجديد اللي يستافد منه الانسان، تكون عبره وما تكونش غير شي حاجه. اعطى الله القصص يعني فيهم باش نتلهى بهم الناس، ولكن انا كنتمنى القصه ديالي ديما يستفد منها الانسان الا خليت شي حاجه تكون بصمه في الحياه. وشكرا لكم بزاف، والله يحفظكم ليا، وامسيه سعيده.